كلنا متعلقين بعالم هاري بوتر وبنحبه، بس السؤال بقى ابطال السلسله حصل لهم ايه؟ اكتر من شخصيه اول ما تشوفهم انت عارفهم وهتفتكرهم، في منهم بقى ليه مكانه كبيره في هوليوود، وفي اللي حرفيا اختفى بعد اخر جزء من السلسله وغالبا انت ما شفتهمش من وقتها. فازاي يتحولوا من نجوم العالم الى السجن والادمان والاعتزال؟ جيمي ويلت اللي كان اليد اليمنى لاعمال دريك مالفوي، اللي ما كانش مفيد في كل خططه وكمان في حياته بعد سلسله هاري بوتر. جيمي اللي كان بيحب علم الاعشاب في الحقيقه وكان بيزرعهم في بيته، اللي كشف كل الاسرار اللي كان بيخبيها وخلاه مثير للشك هي الكاميرا بتاعته اللي كان بيصور بيها كل حاجه بيعملها. في يوم جيمي اتعرض للتفتيش من الشرطه، لقوا معاه مواد مخدره وكمان اكتر من نوع من الاسلحه، ولكن بما ان سنه كان لسه صغير في الوقت ده المحامي الخاص بيه حاول يساعده ويخفف عنه الحكم. ما اتسجنش بس اتحكم عليه ب 120 ساعه خدمه اجباريه للمجتمع. لكن جيمي بعدها لقى طريقه عشان يدمر مسيرته كلها مره واحده. في 2011 في لندن حصلت اعمال شغب تم رصد جيمي بالكاميرات وهو بيشارك في الاعمال دي، واللي كان بيستخدم فيها مولوتوف، وتم اتهامه بتخريب الممتلكات العامه في الشوارع. جيمي ما كانش عارف يتعامل مع الشهره، اتحول لمتمرد. المحامي ما قدرش يساعده المره دي واتحكم عليه بالسجن 2.5 سنة. لو لاحظتوا فورنر براذرز ما كانش قدامها حل غير ان هي تعمل ريكاست للشخصيه بممثل جديد غير جيمي، بس الشخصيه اختفت بعد كده، ما بقاش ليها ظهور اصلا في اخر جزئين. الايد الثانيه المالفوي برضو ما بعدش عن المشاكل. جويل اللي نقدر نقول ان هو ساب مجال التمثيل وبقى محترف في الفنون القتاليه، لكن برضه اتعرض لهجوم كبير لما اتصور وهو معاه مواد غير قانونيه. الفكره ان سنه وقتها كان صغير، وعلى فكره الموضوع كان هيعدي عادي، لكن جوش هيردمان قرر ان هو يحط نفسه في مشكله اكبر لما واحد من فانز هاري بوتر كلمه على انستجرام بيساله على تصرفاته الغريبه وحقيقه الصور المنتشره ليه. بس رد جوش عليه ما كانش الطف حاجه خالص، بوظ الدنيا حرفيا، وعلاقته مع فانز هاري بوتر انتهت. دول كانوا شخصيتين عاشوا معانا سنين في عالم هاري بوتر، فقبل ما نتكلم على باقي الشخصيات والمصايب اللي عملوها يا ريت ان انت تعمل لايك للفيديو لو بتحب النوع ده من المحتوى. انت كده بتشجعني وبتقول لي استمر. لو دي اول مره تشوفني يبقى لازم تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه، لان لازم افكركم ان اكتر من 80% من اللي بيتفرجوا عليا مش عاملين لي سبسكرايب، فدي حاجه بقى يا ريت ان انتوا تساعدوني فيها. الشخصيه اللي اكيد كلنا فاكرينها بروفيسور ماكونيجال، اللي كانت بتقاتل الدارك ارتس لاخر لحظه، السد المنيع لهوجورتس. ماجي سميث مع ان عمرها 89 الا انها لحد دلوقتي مستمره في الظهور في اكتر من عمل. شفناها في 2021 في فيلم A Boy Called Christmas، وكمان ظهورها المميز في داون تاون ابي في دور فايولت، وقدمت اداء استثنائي في الدور ده. ولو ما تعرفش فماجي سميث اترشحت للاوسكار اكتر من مره، مش بس كده هي قدرت ان هي تكسب الجائزه مرتين. من بعد هاري بوتر فماجي سميث بتعيش افضل فترات حياتها الفنيه، لان الكل بيشيد بيها سواء الفانز او النقاد. وحاليا ماجي شغاله على فيلم جديد، وحتى اطفالها او اللي كانوا اطفالها دلوقتي كبروا، كريس وتوبي بقوا ممثلين. وبعيدا عن دورها في هاري بوتر فماجي سميث واحده من اكتر الممثلين المحبوبين في هوليوود. فاكرين دودلي هورسلي اللي شكله اتغير قوي عن اللي انت فاكره من وقت السلسله؟ هاري ميلينج ممكن كنت بتكرهه لانه كان دايما بيعامل هاري باسوأ طريقه، بيضطهده وبيتنمر عليه اوقات كتير، وكان الطبيعي انك وانت صغير لازم هتكرهه. بس انت مستني ايه من طفل بيتعامل ان هو مدلل ومميز في وسط البيت اللي كان بيعيش فيه هاري؟ بس لما ترجع تتفرج على السلسله وانت كبير هتغير رايك. هاري ميلينج فقد وزنه، وكانت تجربه صعبه بالنسبه له، خصوصا شكله بوزنه ده هو الشكل اللي الناس عرفته بيه، ولما اتغير فالموضوع كان غريب شويه على الناس. في 2019 انتشرت الصور ليه وهو فاقد لوزنه، الناس تقريبا ما عرفوش ان هو ده نفس الشخص. من بعد السلسله فهاري كمل في مسيرته وليه ادوار انا بحبها، زي دوره في مسلسل ذا كوينز جامبت، في 2020 مع توم هولاند في فيلم ذا ديفل اول ذا تايم، وفي 2022 مع كريستيان بيل في فيلم ذا بيل بلو اي. بس الفيلم ده ما كانش على قد التوقعات عامه. هاري ميلينج بيشتغل حاليا في اكتر من بروجكت، وهو قدر يستغل دوره في هاري بوتر مع انه ما كانش من ابطال السلسله، عكس ممثلين تانيين لسه هنتكلم عنهم. ايما واتسون بعد نهايه هاري بوتر اند ديثلي هالوز بارت 2 بعد سنه واحده شفناها بتظهر في بطوله فيلم ذا بيركس اوف بينج فلاور. الفيلم حقق نجاح كبير واللي عجب الفانز والنقاد، وده كان نجاح جديد على طول بعد سلسله هاري بوتر ما انتهت. يمكن هي الممثله الوحيده اللي قدرت تنجح بالسرعه دي. بس مع الوقت بدات ايما ستون تبعد شويه عن مجال التمثيل وتركز على جانب تاني خالص، وهو ان هي تستغل صوتها، كونها مشهوره في العالم كله، تشارك برايها في مؤتمرات واجتماعات ومؤتمرات كمان، لدرجه ان هي كانت شبه معتزله التمثيل لحد فيلم بيوتي اند ذا بيست. الفيلم عمل ضجه كبيره بس ما كانش اقوى حاجه في مسيره ايما، وعشان كده من بعد 2017 فايما بعيده عن التمثيل، محدش يعرف حاجه عن حياتها الشخصيه لانها بتقدسها، بتشوف ان هي لو اظهرت الجانب ده للعالم والصحافه فده هيأذيها مش هيساعدها ابدا. ايما ستون
ستون ممثله جامده عامه، كلنا مقتنعين بكده، بس هي اللي اختارت ان هي تبعد عن مجال التمثيل. بس في ممثلين تانيين حصل لهم نفس النتيجه بس غصب عنهم. بالنسبه لويزلي براذرز، جيمس واوليفر التوأم اللي كلنا فاكرينهم من مشاهد كتير في السلسله من اول 2001 ل 2011، الاثنين كانت مسيرتهم واحده، بيشاركوا في اغلب الاعمال مع بعض، ودلوقتي عندهم 36 سنه. التوأم المشاغب اللي كانوا دايما بيثيروا المشاكل في مدرسه هوجورتس، وده كان اول دور ليهم في حياتهم لان هم من قبل هاري بوتر ما كانش عندهم اي خبره في مجال التمثيل. افلامهم بره سلسله هاري بوتر كانت قليله قوي، يمكن ظهروا في سلسله كينجدم وده الاشهر، غير كده فهم لحد النهارده لسه متعلقين بعالم هاري بوتر. كل فتره بيظهروا في ايفنتس عشان يتكلموا ويتناقشوا مع الفانز اللي بيحبوا السلسله. اوليفر فيليبس شفناه في 2021 في فيلم لاست نايت ان سوهو. جيمس اوليفر بيظهر في اكتر من بودكاست، وظهرت معاه انا تايلور جوي، بيستضيفوا مشاهير من كل المجالات زي ساشا بانكس من WWE وتوم هوبر، وممثلين ظهروا معاهم في سلسله هاري بوتر. بس فعلا من بعد السلسله فتقريبا نقدر نقول ان مسيرتهم لحد دلوقتي مش موجوده. خلينا نروح للشخصيه اللي دايما كده كنت حاسس ان ده مش مكانها في القصه، وهي جيني ويزلي. اصل هاري ما كانش ينفع ياخد كل حاجه، يبقى هو البطل واللي هينتصر على فولدمورت وكمان ياخد ايما واتسون، لا يعني رون ويزلي كده هتبقى واقف عليه بخساره. بوني رايت لمده 10 سنين كانت بتلعب دور جيني، والناس كلها عرفتها بالاسم ده مش باسمها الاصلي. اتجهت بعد سلسله هاري بوتر للافلام المستقله، شاركت في فيلم ذا سي وبعدها فيلم افتر ذا دارك، واخر فيلم ظهرت فيه كان في 2013 وهو بيفور اي سليب، ومن بعدها فهي اتجهت للاخراج. واول فيلم ليها كانت مدته 12 دقيقه، اتعرض لاول مره في مهرجان كان والنقاد عجبهم الفيلم، اشادوا بيه كبدايه واعده للمخرجه. هي ما كملتش في مسيرتها لان برضو دورها في افلام هاري بوتر ما كانش ليه التاثير ده، والدور بتاعها ما كانش فيه اداء يعني يلفت المخرجين بحيث ان هم يختاروها تشارك في بطولات لافلام بعد كده. نيجي بقى لبطل السلسله الاشهر في العالم تقريبا، هاري بوتر او دانيال رادكليف، اللي عاش طفولته في عالم السحر والخيال، الا انه ما لقاش تعويذه تساعده في طفولته الحقيقيه. في التسعينات كان دانيال في مدرسه الابتدائيه، كان دايما بيعاني صعوبه في انه يتعلم زي زمايله. دانيال قال انه في طفولته كان مصاب بمتلازمه ديسبريكسيا، ده اضطراب عصبي بيخلي اي طفل صعب ان هو يمارس نشاطاته اليوميه بشكل طبيعي، زي ان هو يغير هدومه او يربط الكوتش بتاعه او حتى يمشي. وهو بنفسه قال في لقاء ليه انه طفولته كانت صعبه بسبب انه كان طفل بدون اي موهبه، بيعاني بسبب المرض اللي عنده، ما كانش لسه اكتشف موهبته في التمثيل لحد ما حصل، فهو بدا يواجه المرض ده وكان دايما حافز ليه عشان يكون احسن. حتى لما كان بيقابل اي ممثل عنده المتلازمه او المرض ده بيساعده بينصحه عشان المرض ما يكونش عقبه في مستقبله. من اول ما وصل 5 سنين بس كان بيعاني من الوسواس القهري، وده كان كابوس بالنسبه له لحد ما بدا تجارب الاداء في هاري بوتر. في نفس الفتره دي كان هو بدا يتعالج. لما بدات شهرته تزيد في العالم كله، كل طفل كان بيتمنى انه يكون في مكانه في مدرسه هوجورتس وعالم السحر، الا ان دانيال كان عارف ان الشهره دي هتاثر على حياته الشخصيه، خصوصيته اللي ما كانش هيلاقيها وسط الكاميرات والصحفيين اللي كانوا اول ما بيشوفوه بيجروا عشان يعملوا معاه اي لقاء. دانيال بيقول ان من اكتر الحاجات اللي كانت بتاثر على نفسيته ان مش بس الاطفال اللي كانوا بيحبوه بيهتفوا باسمه، بس فكره ان ناس كبار وبالغين يقعدوا ينادوا عليك في مكان واحد كده باسمك دي كانت صعبه بالنسبه له، لدرجه ان هو قال انه بيتمنى ان اطفاله في المستقبل ما يكونوش مشاهير ولا يبداوا مسيرتهم الفنيه وهم في السن اللي هو بدا فيه. وبعد ما خلاص وصل للبيك كان كل العالم متعلق بهاري بوتر، هو اعترف بنفسه انه كان بدا يظهر عليه جنون العظمه لانه تحول من طفل عديم الموهبه الى اشهر طفل في العالم. وبعد ما خلص السلسله فهو كان قلقان هيعمل ايه بعد كده، بعد ما طفولته وشبابه تقريبا كلهم عباره عن هاري بوتر. لما السلسله انتهت هو حس انه خلاص بينتهي معاها بسبب الضغط النفسي اللي عليه، اتجه لادمان الكحوليات اللي اثر على جسمه كمان صحته العقليه، كان بيفقد وعيه تقريبا في اغلب المرات اللي بيشرب فيها، وده حوله لمنعزل وهو لسه في سن 20 سنه، مع ان كل الناس كانت شايفه وبتقول له ان هو عنده مشكله، الا ان هو اكتشف ده متاخر شويه. بدا يتعافى من الادمان مع الوقت، بس دانيال لما كان في مواقع تصوير هاري بوتر لاكتر من 10 سنين ما كانش بيشوف اللي حواليه انهم زملاء عمل، كان بيعتبرهم كعيله. لما ممثلين معاه ماتوا في السلسله زي ألان ريكمان وريتشارد جريف وريتشارد هاريس ومايكل جامبن، مر بفتره صعبه لان اغلب ذكريات طفولته كانت مع الناس دي، يمكن اكتر من عيلته نفسها، وهو بنفسه قال الكلام ده في لقاء من كذا سنه. كوخ هاجرد اللي كان بيقعد فيه في الساعات مع الممثل وبيحكي له قصص كان اكتر وقت بيبقى مبسوط فيه، بس مع الوقت دانيال بدا يختلط بالناس تاني، بدا يرجع يركز على مسيرته، شارك في افلام كتير، بس يمكن اكتر فيلم حبيته من بعد هاري بوتر كان اسكيب
اسكيب فروم بريتوريا. وبرضه عشان نكون صراحه صعب قوي ان هو ينجح نفس النجاح اللي عمله في هاري بوتر، بس الفيلم ده حلو وبتفرجوا عليه. بالنسبه لروبرت جرينت، بعد 10 سنين من دوره اللي كان كوميدي ومؤثر مع اللي بيتفرج رون ويزلي، بدأ روبرت يكتشف عالم الافلام المستقله، يجرب حظه بعد هاري بوتر، لان وقتها على فكره فشهرته كانت نفس شهره دانيال رادكليف وايما واتسون. شارك في فيلم انتو ذا وايت في 2012، ظهر في المسرح اكتر وكان النقاد بيشيدوا بيه اوقات كتير، لكن دوره في هاري بوتر اتحول للعنه لانه ما بقاش في مخرج حابب يجيب روبرت في دور جديد للناس بعد ما حفظوه وربطوه بشخصيته كرون ويزلي الفكاهي الساذج في اوقات كتير. الناس اتعلقت بيه لدرجه ان هم صعب يتقبلوه في دور جديد. تخيل كده تشوف رون ويزلي ده في دور شر مثلا. نروح للدور اللي حول الممثل ده لاشهر الممثلين في بريطانيا، بنتكلم عن توم فيلتون بدور دريكو مالفوي اللي كان شرير في السلسله، الا انه في الحقيقه كان عكس كده تماما، وده اللي صعب عليه مسيرته في انه يبدا يقنع الناس ويغير الصوره اللي انتشرت عنه. انا مش الشخص الشرير اللي انتوا كنتوا بتشوفوه، انا مش العدو اللدود لهاري بوتر. حاليا ما بقيناش نسمع عنه اخبار كتير، وده لانه في 2012 فاجئ الناس. تخيل دورك يكون من اشهر الادوار في العالم كله، بس انت تتخلى عن كل ده. غير كاريره وبدا كمغني ويوتيوبر في نفس الوقت، بس اغانيه ما كانتش بتتسمع قوي برضه، لدرجه ان بعدها كان عايز يبقى صياد. ألف مقابله من مقابلاته انه عايز يجرب حاجه جديده خالص، بس طبعا الموضوع ما كانش بالسهوله اللي تخيلها، فما بداوش اصلا. بعد محاولات كتير توم مش عارف يوصل لهدفه، مش عارف ايه هدفه اصلا، بس الصعوبات اللي بيواجهها في مسيرته ما خلتوش ينسى ان هو يكون شخص دايما بيتبرع كتير للجهات الخيريه، وكمان اتبرع بجزء كبير من المبلغ اللي خده في دوره في سلسله هاري بوتر. اخر افلامه بعد ما رجع تاني يكمل في كارير التمثيل كان فيلم ذا فورجوتن باتل، نزل سنه 2020. الفيلم مش وحش على فكره، وتقييمه على IMDb 7.1. بعد سنين من الشهرة والثراء لأبطال هاري بوتر اللي وصلوا لحاجات أي ممثل تاني كان بيتمناها، إلا إن كل واحد فيهم اختار طريق مختلف. وهنا من القصة بنتعلم إن مش أي حد هيقدر يتعامل مع الحاجة اللي بيحلم بيها، سواء بقى كانت شهرة أو فلوس أو حاجة تانية ممكن تكون بتتمناها، بس لما تجيلك بقى فعلا حياتك تتحول للأسوأ. فنتعلم إيه بقى؟ نقول الحمد لله على كل شيء، ودايما ربنا هيكون كاتب لنا الخير. شكرا إنك اتفرجت على الفيديو لحد هنا. يا ريت ما تنساش إن أنت تعمل لايك للفيديو. قصة الفيديو اللي فات عدت ال 5000 لايك، فيعني شدوا حيلكم بقى في الفيديو ده. ولو في شخصيات حابين ان انا اتكلم عنها بعد كده قولوا لي تحت في كومنت. وطبعا لو حابب ان انت تشوفني تاني تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه. انا علاء اسماعيل نون از موفي هاسلر، موجود على انستجرام، بنزل هناك ريلز بصراحه مش كتير قوي زي الاول، عشان انا حاسس ان انا بقيت اكدب عليكم واقول لكم في كل فيديو ان انا بنزل كل يوم، بس انا بصراحه متخاذل ومش بعرف انزل كل يوم. فاشوفكم بقى في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.